هاتي الازازه دي وتعالي حل اكبر مشكله بتواجهك اما يكون الميه قطع من عندك من الحوض، او قطع من، يعني قطع ما عندكش ميه، او والميه خلاص شطبت من عندك وقطع من في الحوض من عندك، مش عارفه تغسلي ايديكي. هنواجه بها اكبر مشكله بتقابلنا. هنعمل ايه؟ احنا معانا ازازه اهي مرنا ميه، فاتحين لها فتحه، بس احنا مغطيينها، فاتحين لها فتحه، انا فاتحه لها هنا فتحه كده ركناها على الحوض. هي طول ما هي متغطيه كده ما بتجيبش ميه. احنا عايزين بقى الميه قطعه من عندنا وعايزين نغسل ايدينا، او عايزين نغسل طبق، او عايزين نغسل كوبايه، اي حاجه. هنقوم جايبين الغطا كده، بصوا اهي، هتغسلي الكوبايه كده وانت واقفه في ثواني، تغسلي الطبق اهو، تغسلي ايديكي، تغسلي اي حاجه عايزه تغسليها والميه قطعه من عندك، هتعملي الحركه دي وهتغطي الازازه. بصوا اهي قطعت من الازاز، هتملي 4 ازاز ولا حاجه تحطوهم عندك لوقت ما الميه تكون قطع من عندك. الميه قطعت تطلعي ازازه كده تحطها على الحوض، تغسلي ايديك، تغسلي طبق، تغسلي كوبايه زي ما انت شايفه كده. بصوا نشيل الغطا اهي، حنفيه ما نشيلوش، نهويه بس. غسلنا ايدينا ولا ما غسلناش ايدينا؟ حتى كوبايات اي حاجه تغسليها، تكوني مثلا مليانك 5 ازايز كده بتوع البيبسي اللي بيفضوا من عندك، ازاز الميه، تمليهم وتسيبهم كده على الايه، على الرخامه تحت الحوض لوقت الكهرباء البتاع اللي الميه ما تقطع من عندك. وانت بقى احيانا بتحصل لنا كتير، بتقطع من عندنا الميه وبتخلص من الحوض وما نعرفش نغسل ايدينا، فالازازه دي هتحل لنا المشكله. ازازتين 3 4 امليهم واعملوا كده زي ما انت شايفه كده. بصوا اهي فيها جميل اهي. هتغسلي لنا اطباقنا، طبق هتغسليه، هتغسلي ايدك، هتغسلي كوباياتك، اي حاجه. ديت الازازه بتاعتنا. الفكره بقى اللي بعد كده، معانا مشط ومعانا فردة شراب. حط بقى المشط كده في فردة الشراب دي، وهاتي حبه صابون سايل عليها، وهتحللك اكبر مشكله بتواجهك. برضو هنعملها مع بعض. جبنا المشط كده حطيناه في الشراب، وحطينا على حبه صابون، اي صابون سايل عندك، صابون مواعين. وهتعملي ايه بقى؟ عندنا كده احيانا بين الفواصل بتاع البلاط كده بيبقى وسخ ومش عارفين نغسله. بصوا نضفته خليته زي الفل اهو. ما شاء الله خليته زي الفل. بصوا يا حبايبي، شوفوا شلت كل حاجه، شوفوا بصوا الشراب اهو بيشيل لنا العك اللي بين الفواصل البلاط. بصوا يمكن بيشيل لنا اي حاجه لازقه في البلاط ولا في الفواصل اللي بتبقى بين البلاط وبعضه، بتخليه زي الفل. نغسله بقى